أول حاجة مهمة جدا وهي الفروض الخمسة في وقتها. ما هو مش معقول يا صاحبي تروح تقابل ملك الملوك وتتأخر عليه. احسبها كده وانت هتصليها في ميعادها، هتحس بالبركة والسكينة. قبل ما نكمل هات ورقة وقلم أو احفظ الفيديو. تاني حاجة، يكون ليك ورد ثابت من القرآن. مش مهم تقرأ قد إيه، المهم الثبات، حتى لو صفحة واحدة، حتى لو في المواصلات وانت راجع من الشغل. تالت حاجة، ركعتين قيام الليل. قبل ما تنام يا صديقي اتوضى وصلي ركعتين. الركعتين دول بعيد عن الدنيا كلها، ولو استشعرت محبة ربنا ليك في اللحظة دي هتعرف إن ده كرم كبير منه. رابع حاجة، صلاة الضحى. كل ركعتين فيهم 360 صدقة، ربنا يكتبك من المصدقين يا صديقي. خامس حاجة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مش أقل من 100 مرة في اليوم. مش هتاخد منك دقيقتين، لكن بركتها في يومك هتفضل معاك طول الوقت. سادس حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ده معناه إنك بتستعين بقوة الله مش بقوتك. قولها بإيمان وشوف بعدها مين يقدر يقف قصادك. سابع حاجة، الباقيات الصالحات. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. قلهم على الأقل 100 مرة في اليوم، دول زاد روحك اليومي. تامن حاجة، ورد الاستغفار اليومي. استغفر كتير، لأن الاستغفار مفتاح لكل خير. فك كرب، جلب رزق، تكفير ذنوب، وسعادة للقلب. ابدأ ب100 مرة ووعد نفسك توصل يوما ل1000. تاسع حاجة، ختمة قرآن كل يوم. أيوة يا صديقي، ختمة كاملة. اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بنية إنك تاخد ثواب ختمة كاملة. وعاشر حاجة، أذكار الصباح والمساء. خدها كأنك بتبنى حصن حوالين نفسك، صور من نور محدش يقدر يخترقه إلا بإذن الله. وكده وصلنا لآخر الفيديو. لو نفسك ربنا يثبتك على الخير شارك الفيديو، فالدال على الخير كفاعله.